السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نبدأ بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق اجمعين. صباح الفل والياسمين عليكم. النهارده هنعمل الغدا بتاعنا كبده اسكندراني، احلى كبده اسكندراني بيتي، مضمونه وجميله وسهله وسريعه باحلى التريكات واسرع التريكات. يا جماله يا جماله، يا حركاته يا تكاته. قبل ما نبدأ بقى كده في الفيديو بتاعنا، برضو اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايكات كتير منك كده. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. جبنا بقى صينية، او شوف انت هتعمليها في ايه. حطيت الزيت كده يسخن، وكنت مجهزة بقى معايا فلفل وشطة. معايا فلفل وشطة اهو. الموجود عندك بقى الليمونتين دول هعصرهم على الكبدة بعد ما اقطعها كده. وجهزت لها التوم بتاعها. الكبده الاسكندراني بتاعتنا بتتعمل بتوم وفلفل وشطه. دي البهارات بتاعتها بقى ملح وشطه وكمون وفلفل اسمر وحبتين مستكه وحبان كده، لان الكبده من فصيله اللحوم. هيعملوا تستية حلوه كده عليها. الصراحه ده اللي كان الموجود عندي، وكنت بحاول انقضه يعني عشان ما يطلعش حراق، بس الصراحه طلعت حراقه. يعني كنت بحاول اقلل كميه الفلفل عشان لو عندك اطفال صغيرين او حاجه وحابه تاكليهم كبده. قطعت الكبده اهو، معايا شرايح طاوله جهزتها. وجبنا بقى الصينيه هنعمل فيها الكبده. لازم تكون حاجه واسعه كده او طاسه كبيره واسعه عشان حاجه تتشوح فيها. انا مش عايزاها تطلع الميه بتاعتها كده وتخش اللي هو في سوا بقى ميه وكلام من ده. لا، هي تاخد صدمه، عايزاها تصطدم في الزيت والثوم والحاجات بتاعتها. فلازم تكون من عناصر نجاح الكبده انك تعمليها في حاجه واسعه عشان تتشوح، ما تديش مجال لها ان هي تسرد ميتها. بدأت اهو بقى، حطيت الزيت، حطيت الثوم والشطه عشان يطلعوا الريحه بتاعتهم كده في الزيت، وتقليبه حلوه كده بنت ناس. اهو جبت الفلفل كمان عليهم، ياخدوا تشويحة حلوة كده عشان يطلعوا الريحة بتاعتهم في قلب الزيت ويتحمروا كده، يبقى فيهم لمعة حلوة في الكبدة. شوحي فيهم كده حلو. كنت انا ساعتها بعصر بقى الليمون على الكبدة، بجهزها كده، وبتقومي مقلباها تقليبة بسيطة كده عشان الليمون يتغلغل فيها كده وتبقى حلو، يمنع اي زفارة. الفلفل والشطة هم بدأوا ياخدوا لون، برضو بحب اخليهم ياخدوا لون كده عشان يعني يتمكنوا كده من الزيت ويديله الريحة بتاعته الحلو، لان هي دي التركاية بتاع الكبدة الاسكندراني. لايك وكومنت جميل منكم كده، ومتابعة للقناة، واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا جماعة. لان في مشتركين بيقلوا، مش عارفة اليوتيوب اللي بيشيلوا ولا المشتركين اللي بيلغوا الاشتراك، الصراحة مانيش عارفة. حطيت الكبدة ونزلت بقى على الزيت والحاجة بتاعتها. نحط بهاراتها بقى، ملح وشطة كمون فلفل اسمر مستكة وحبان، وتقليبه كده بنت ناس، وتقومي رايحه مغطيه عليها بقى نص غطا كده. انا قصدت احط غطا قصدت احط غطا صغير عشان تتنفس منه كده، ما تقومش راحه سارده منها ميه او حاجه، لان انا عايزاها متشوحه مع عصره ليمون كده برضو مش بتخسر.
شايفين الجمال والحلاوة بتاعتها، تحفة ما شاء الله. الصراحة يا جماعة انا جايبة جهاز اللي هو جرين لايت ده جديد عشان اصور بيه، ما عرفتش هو اللي قاعد يعمل في التصوير كده، بتهز الصورة بتروح وتيجي تاني كده، مش عارفة في ايه، مش عارفة انا اللي مش عارفة اثبته ولا هو اصلا فيه عيب كده. ما حسيتش باي فرق منه في الاضاءة ولا في التصوير، ومحطوط قدام البوتاجاز بقى يعني عطل، اكنك حاطه عيل صغير قدامك كده معطلك اهو. شفتوا انا قصدت احط الغطا اللي هو الصغير عشان تفضل مطلعه من الجناب كده التهويه بتاعتها وما تسردش ميه معايا. عملت بقى معاها طبقين بطاطس كده عشان الكبده بتحب البطاطس اولا، ثانيا عشان لو الكبده طلعت حراقه عمور مش هيعرف ياكل منها الصراحه، فطلعت البطاطس من نصيب عمرو. عايز ايه لولو؟ زبادي. زبادي؟ عمرو عايز زبادي، هات معلقه اجري. قطعتها صوابع كده. البطاطس دي طالعه من التلاجة، انا ببقى اخاف منها كده من طلوع التلاجة، لان بتقوم رايحه عاطيه لون حمار ومش حلو كده في القليه. بس الصراحه تابعتها بقى، وقفت معاها كده لحد ما ايه شقطتها من الزيت. البطاطس اتفضلوا معانا، ما قلنا ما نطمعش في اللون اكتر من كده لا تتحرق. حطيت التنين اهو، دي بطاطس مين؟ عمرو. هتديني؟ شاطر شطور شطور. نعم. يلا هنعمل عصير، هنعمل عصير ليمون عشان عمور عنده حساسيه من المانجا. نفسي اشرب عصير مانجا من وراه. يلا نعمل عصير ليمون. خدي يا عمور اشرب. عملنا العصير وصفناه. احلى شوب ليمون. ايه رايكم بقى في الكبده بتاعتنا دي؟ ايه رايكم بقى في الكبده بتاعتنا؟ شوفوا قرن الشطه. لايك بقى، لايك للقناه كده واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد كلنا. يا لهوي الله الله، بس نار نار. مش محتاجه معاها شيبسي حراق ولا مخلل، عايزه بعدها علبتين زبادي. اسكندراني حاجه كده ألجة، ولا عايزه كاتشب ولا عايزه اي حاجه. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ده متنسوش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. سلام.